السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة ودايما موفقين ودايما ان شاء الله في درجات التمني ودرجات التوفيق اللي تسعدك وتسعد قلبك. انا مستر محمد احمد، بنشرح مادة الاحياء والجيولوجيا على اليوتيوب او اونلاين بصفة عامة على زوم واليوتيوب والفيسبوك. بننزل يعني قطفات كده على الفيديو بتاعي، وربنا يوفقكم ويعينكم يا شباب. انا جاي اتكلم معاكم النهارده بس يعني على الشهر وخمس ايام اللي لسه فاضلين، 30 يوم اللي لسه فاضلين دول. هدردش معاك فيهم شوية، يعني تحافظ على ايه، او هم يعني ايه 5 حاجات من قلبي ليكوا كده جاي اتكلم عنهم النهاردة. ربنا يوفقكم ويعينكم يا شباب. ويعني فصل بسيط كده وهنرجع تاني. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف خلق الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بسعاده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف خلق الله. صلي عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا جاي أفكرك النهاردة ب5 حاجات هم مقدار، يعني هم مقدار التوتال بتاعك في ال30 يوم اللي فاضلين لك. صلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا مش جاي اقول لك بقى انت لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا، والشهر دوتي انت هتبقى فيه السوبر مان اللي انت هتطلع فيه الاول او الكلام ده كله. سيبك من كل الكلام ده. انا جاي اتكلم معاك النهارده حاجه بسيطه خالص. جاي اتكلم معاك النهارده اللي انت تحافظ على ايه، ال5 حاجات اللي انت تحافظ عليهم. بصوا يا شباب، في معظم من الطلبه اللي بتكلمني بتقول لي انا قاعد بفكر في كليه كذا، انا قاعده بفكر في كليه كذا، انا قاعد ما اعرفش ايه عينيا على كليه ايه. هو مش حاجه وحشه ان انت تكون عينك على الكليه، بس الاوحش اللي انت بتتخدع، اللي انت بتتخدع بينك وبين نفسك كده. انا خلاص انا ذاكرت فانا كده هوصل للكليه دي. ابدا. انت ربنا بيقول يعني نزل ايه من ايات الكتاب الكريم، بيقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أنت مالكش علاقة خالص بالنتيجة، أنت ليك السعي. اسعى والنتيجة على ربنا. بس أنا عاوزك لما تسعى توصل لدرجة أنت تكون راضي بيها عن نفسك. أنت يعني تبقى واثق بالسعي بتاعك ده اللي هو يوصلك للكلية اللي أنت نفسك فيها. دايما ما تفكرش الحاجة الأولى اللي أنا أفكرك بيها، دايما ما تفكرش في الكليات، فكر في المجموع، عشان المجموع هو اللي هيجيب الكلية، مش الكلية هي اللي هتجيب المجموع. أنت لو فكرت في المجموع الكبير اللي أنت مثلا ما ترضاش أنا لازم أجيب 100%، أنا عاوزك تفكر اللي أنت هتجيب مجموع عالي، عشان لما تجيب مجموع عالي هو اللي هيختار لك اي كليه انت نفسك فيها. ان شاء الله، وانت عاوز مثلا كليه بتيجي من 50% وانت جبت 100%، فانت ساعتها هتختار الكليه اللي انت نفسك فيها. وما تقعدش تعشم نفسك بالكليه، انا محتاج الكليه كذا، انا محتاج الكليه. لا، اختار المجموع العالي، اختار كده في عينيك وفي دماغك وركز كده على المجموع العالي. طيب يا مستر انا اعمل ايه برضو في ال30 يوم دول؟ اقول لك والله اول حاجه تحافظ عليها هي الوقت. الوقت كالسيف، لو انت ما قطعتوش هو يقطعك على طول. طب ازاي احافظ على وقتي؟ احنا والله يعني احنا عندنا 30 يوم واليوم فيه 24 ساعة او 31 يوم كمان وفي 5 ايام، يعني انت عندك شهر و5 ايام. الشهر وال5 ايام دول ممكن اللي انت تراجع فيهم وتحل وتراجع مرتين 3 كمان. تراجع ازاي او الكلام ده كله باليقين بتاعك، بالصبر بتاعك على الكتاب، مش اللي انا خلصت الفصل ده خلاص كده. لا، اهم حاجة تعملها وهي اول حاجة معانا هي الحل. الحل الكتير بيولد المذاكرة الكتير. بمعنى انت مثلا لو ما انتش مذاكر درس معين ودخلت مثلا على اي ملخص تحل في الدرس ده، هتعرف تحل؟ والله ما هتعرف تحل عشان انت ما ذاكرتوش او انت ما حضرتوش. طب ما بالك انت بقى لو مثلا خلينا نتكلم في الاحياء والجيولوجيا. لو انت مثلا خلصت الباب الاول في الجيولوجيا وجيت اللي انت تحل عليه، هيقف قدامك سؤال واثنين وثلاثة واربعة هتولد منهم الافكار. فبالتالي انت هتاخد الافكار دي تكتبها في ورق فلوسكاب او تكتبها في الكشكول بتاعك عشان ليله الامتحان تبدا اللي انت تراجع الافكار دي. فاذا انت كده حليت، هتيجي تحلهم تاني خلاص انا حفظت الفكره او انا فهمت الفكره وحفظتها وبقت معايا. فما تبقاش اللي انت مشتت ما بين الحل وما بين المذاكره. لا، لازم ان انت تذاكر او تراجع وبعد كده تحل. طيب انت خلص، حاول بقدر الامكان اللي انت طول الشهر ده شغال على الحل. يبقى قلنا حاجتين، قلنا الوقت والحل. وقتك هو حلك.
انت بعد ما تخلص مراجعه مثلا لشابتر معين او فصل معين او يونت معين في انجليزي مثلا، او مثلا يونت معين في الفرنساوي، او مثلا اي ماده خلصت فيها شابتر معين، تقوم راح حالل. هتحل مره واثنين وثلاثه، وساعه لما تخلص ابدا اللي انت تحل شامل، متقلش عن 10 امتحانات في كل مادة شامل. الشامل ده يعني بيولد لك الافكار المترابطة اللي انت بتربط ما بين الباب ده والباب ده والباب ده والباب ده والباب ده والباب ده. ابعد عن الصاحب اللي يقعد يشتتك في الوقت ده ويقول لك انا رايح للمدرس فلان والمدرس فلان والمدرس فلان والمدرس فلان. انا يا شباب بفضل من ربنا انا سايب الدروس من شهر 12، يعني على سنتي بفضل من ربنا كنت موقف دروس خالص ومخلص المنهج من شهر 12، وكل شهر قاعد براجع المنهج. فكنت واصل للمرحلة دي اللي هو براجع وبحل، وبرضه كنت بنسى المنهج بس لما براجع وبحله، اللي هو انت بتعمل مراجعة سريعة كده وبتحل. يبقى تالت حاجة هي المراجعة. يبقى قلنا الوقت وبعد كده الحل والمراجعة. انت هتراجع يبقى هتوصل لرقم 2. رقم 1 معانا دي اللي هي الاساس اللي هي وقتك. ابدأ حافظ على وقتك، ما تخليش حد يضيع لك وقتك، اللي انت تعمل مسج مع حد مثلا او تليفون او تبعت رسالة لصاحبك وتقول له انا ما ذاكرتش كذا او ذاكرت كذا او النقطة ديت واقفة معايا. لا، ابدأ انت ابحث، ابدأ انت افهم، ابدأ انت اللي انت ما تضيعش وقتك. كل 5 دقايق بتضيعهم من وقتك بيقلوا من يومك، فبيقلوا من الشهر والخمس ايام. فانت توصل لمرحله اللي انا لسه ما حلتش. لا، ابدا اللي انت تحل شامل يا شباب، وابدا اللي انتوا تراجعوا. رابع حاجه معانا اللي هو برضو الدروس ابدا اللي انت تقللها. تتابع مثلا لو انت بتتابع حد اونلاين او بتاع، خليك ثابت معاه. الدروس بقى اللي هي بتاخد وقتك بقى في المواصلات ورايح راجع الكلام ده كله، لا، ابدا اللي انت تقللها. خامس حاجه اللي هي الصديق، صاحبك اللي بينفعك حافظ عليه، صاحبك اللي بيضرك مع السلامه. الوقت دوت يا شباب هو وقتك انت، هو التوتال اللي بيبين لك السنه كلها، اللي هو انت كنت على ايه، او اللي انت مثلا كنت بتذاكر ازاي، او اللي انت كنت بتسعى ازاي. مفيش بقى لو ضيع منك ماده او ضايع منك مثلا شابتر معين في الماده، ممكن اللي انت تلحق اللي انت تذاكره. ما تقعدش تقول انا ما ذاكرتش من اول السنه، انا هاجل السنه. الكلام ده كله احباط. لا، فكك من كل الكلام ده. انت عقلك كبير، انت كمان سنه وهتبقى راجل في كليه، يعني معتمد على نفسك، يعني بتروح وتيجي مواصلاتك لنفسك، رايح وجاي وبتذاكر وبتتكلم مع دكاتره، مش مع مدرسين، دكاتره اللي هم دكاتره الجامعه، اللي هم يعني اللي بيكون عندهم ضغط اكتر منك، وانت بتكون مضغوط. يعني ممكن تلاقي مواد ثالثه ثانوي ديتي في ماده واحده في الكليه. المدرسين يعني قللهم، ما تقعدش بقى تروح عند مدرس فلان ومدرس فلان وانا اروح في المراجعه عند فلان واخر شهر عند فلان. الكلام ده كله فكك منه. انت اللي يهمك في الوقت ده حل الشامل، اللي انت تحل شامل كتير، مش اللي انت تفضل راكن وقاعد بتراجع. لا، راجع وحل في نفس الوقت. اللي انت مثلا شابتر معين حله، راجع عليه وحله، ساعه لما تخلص الماده حل شامل. اقل حاجه مثلا ما بينك وبين الامتحان 15 يوم، وتبدا في ال 15 يوم التانيين دول قاعد بتحل شامل شامل شامل. تمام. يبقى النصيحه الاولى والاخيره يا شباب اللي هي حل الشامل. وبرضه ما تنساش الايه دي، وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. برضه يا شباب زميلك اللي هو بيهبطك، او زميلك اللي هو مثلا قاعد يقول لك انا مش بذاكر، انا هاجل السنه، انا هاجل الماده الفلانيه، انا هعمل الماده الفلانيه، الماده ديت انا مش مذاكرها كويس، ابعد عنه، مش هيفيدك في حاجه. انت لو نفسك في كليه مفيش حد هيجي يعني يجيبها لك، انت اللي بتسعى وانت اللي بتتعب عشان خاطر توصل للكليه دي. فما تخليش حد يأثر عليك. برضو كلام الوالدين، لو الوالدين مثلا يعني بيشتتوك ويقول لك انت ما انتش مذاكر، انت ما انتش نافع، الكلام ده كله، حاول اللي انت ترضى، اللي انت مثلا طيب حاضر واثبت لهم ده. انت لما تثبت ده يا شباب يعني صدقني هتكون كبير في عين نفسك، مش في وبرضه في كبير عين الناس، مش اللي انت قليل من شخصية نفسك. متحاولش في الوقت ده تحط مؤثرات قدامك او تاخد مؤثرات في دماغك اللي هي تقلل لك مذاكرتك. حافظ على نفسك دي، يعني حافظ على الرينج بتاع الوقت بتاعك، وحافظ على مذاكرتك دي هي اهم حاجة في الفترة دي. انت لو سقت المذاكرة خلال الشهر ده وقلت انا مذاكر طول السنة، اقسم بالله ما انت شايف 50% حتى، لان المذاكرة عاوزة تكرار،
عاوزه اللي انت تصاحبها، عاوز اللي انت تصاحب الماده دي، عاوز اللي انت تصاحب الماده دي، عاوز اللي انت تصاحب الماده دي. ما بقولكش ان انت تروح تصاحب بنات، ما بقولكش ان انت تروح تصاحب زميلك، انا بقولك صاحب الماده. انت لو صاحبت الماده خلاص كده، اللي انت بتاخد كل معلومه بفهم، ما هوش اللي انا بحفظها. افهم المنهج مره واثنين وثلاثه، يعني اقرا المعلومه مره واثنين وثلاثه. بالمناسبه اوعى تصاحب بنات، يعني مصاحبه البنات دي حرام 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 حرام، يعني نصيحه من اخ لاخوكم. تمام. والفتره الجايه هتلاقي نفسك لو انت مشيت ورا الحاجات اللي انا قلتها ديت، ما بين المذاكره وما بين الحل وما بين الفهم وما بين اللي انت بتراجع وتحل كتير، هتلاقي نفسك انت حابب الماده، حابب اللي انت انا بتكلم على اي ماده، ما بتكلمش على الاحياء والجيولوجيا بس. حابب ان انت يعني حابب ان انت تروح للكتاب وتتكلم معاه، تقول انا ده المعلومه دي انا قلتها، المعلومه دي انا ذكرتها، المعلومه دي انا حليت عليها السؤال الفلاني، المعلومه دي انا عملت. وانت بتراجع بقى، هتيجي ايام الامتحانات صدقني اليومين اللي قبل الامتحان دول بيكون عباره عن صفاء ذهن، اللي انت بتراجع وبتحل. فاحنا محتاجين اليومين اللي قبل الامتحان دول عباره عن حل 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 حل. ليه بقى؟ ساعة لما تخش الامتحان هتلاقي الافكار اللي انت حلتها هي اللي جات لك، فمتقعدش توتر نفسك في اللي انت ما ذاكرتش. لا، ما تبدا اللي انت تراجع وتبدا اللي انت تحل، هتلاقي نفسك في مكان تاني خالص. اللي انت قاعد بتحل وبتذاكر وبحل شامل وبجيب الامتحان ده وبجيب الامتحان ده وبشوف المدرس الفلاني وبراجع النقطه اللي هي اللي انا مش فاهمها، هكذا متولدش في دماغك افكار اللي انت مش قادر. تمام يا شباب؟ اللهم اشهد على كلامي ده ليكم. ربنا يوفقكم وربنا يعينكم. انا ما بقولش الكلام ده لفئه معينه من الطلبه، بقوله لجميع الطلبه، سواء انت كنت بتاخد معايا اونلاين او ما بتاخدش اونلاين. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وربنا يوفقكم وربنا يعينكم ان شاء الله. مع السلامه.